وأقول زيد قال أنا صابر وقلبي عليل. في سجن خلى عزيز القوم فيك السحالة. وأبي جواري أكيد والله ما لها مثيل. يحول مثل الأسد يشبه لأبوه وخاله، مثل الثمر في جناها تمر راس النخيل، أصيل في موطنه أيضا ومثل عياله. أيها الأخوة، هذا القصيدة من كلمات شاعر بدر محمد عبد الوهاب الزيادي، وهي مرسلة إلى جميع آل الزيادي الذي أدخلوه السجن. نرجو الاستماع. وإلى الآن لا زال في السجن. وبجواري أكيد والله ما له مثيل، يحور مثل الأسد يشبه لأبوه وخاله، مثل الثمر في جناها تمر راس النخيل، أصيل في موطنها أيضا ومثل عياله. يكون احتماله والصبر حكمه أكيد والله يرعى الجميل، ومن تجمل قريب بشر برد الجماله، واهدي سلامي عداد ما وهب في فوج الهليل، يملي ربوع أرضنا على ما يوازن كواله. حبساتي قاله لا تسعى في مركزي بدون أي دليل، إلا دعاية كلام من قيلي قالت وقاله. يا صاحبي للدليلة تبتعد أو تميل، حافظ على واجباتنا حول علا والرجالة، كم لي وانا اشكي وناري القلب يشعل شعيل، وانتو جنود المطافي طولي نار استعالة. الفتل ماله ووالدي قد صبر والصبر دايم فضيل، صبر على كل عوجة جاءت له لا قباله.
العام يوضح مكان المقتطف وانحلاله. بالكذب ذي روجوه لو قادوا في شواله كلنا ركنته يحصل طقمي آخر مدير وخاب ظن الجميع الجيد يسلمنا حاله. يا ابن القلم قصر الشر طفي نار الفتيل لا تدخلوا حرب حامية فأسيره لا محالة. صاحبه والخليل ودخلوا في طريق الشر واهل الضلاله. حبسي عليكم ثقيل ذا كيلي ولا استكيل هذا كلامي لكم ان داري عبر الرساله. بالحق باشيل حملي خفي ولا ثقيل وبالمقابل على خصمي قايس لحاله. يا راعي القافله حواسب تجاهك نقيل إذا بعيرك ضعيف برك